نروح للمشرحة ومراسل CBC محمد عبيد أجرى عدة لقاءات من هناك، كنت تابع. تحميل الحكومة مسؤولية الحادث ومسؤولية تأمين الكنائس المصرية. معنا لمزيد من التفاصيل أحد ذوي الضحايا وهو خليل جورج ابن السيدة كاميليا. خليل، نرحب بك. مرحبا بك يا باشا. يعني البقاء لله في البداية. نعم بالله. يعني سيد خليل، اشرح لنا كيف حدث هذا الحادث بالأمس. وحصل ان هو قدام الكنيسة بتاع الوراق بتبقى زحمة على طول، معروف. في عربية وقفت الطريق وجي 3 راكبين مكنة ملثمين، واحد بيسوق مكنة و2 بقالي بيضربوا، بس رصاص حي بس مش عادي، خارق، ممكن يعدي من 3 من 4. فكان طبعا كانوا بيضربوا في مستوى واطي، فوالدتي كبيرة في السن طبعا فبتقعد، كانت قاعدة، فالطلقة جات لها في رقبتها بطنها، وابن خالتي كان قاعد جنبها برضه جات له رصاصة في بطنه وفي رقبته برضه. جميعهم من عائلة واحدة؟ كلنا عائلة واحدة. ولاد خالتي كلهم وابن بنت عمي. وانا بطلب حاجة كمان، في اللي توفت مريم أشرف مسيحة، ليه كمان ليها أخ كمان في كنيسة الحسين الجامعي، في مستشفى الحسين الجامعي، وهناك حالته متدهورة وعايزين ننقله مستشفى القوات المسلحة، فأنا بطلب يعني إن أنتوا تنقلوه، ساعدونا. خليل، يعني محدش بيساعد حد. أنا لما رحت الكنيسة ما كانش في عسكري واحد واقف قدام الكنيسة. يعني برأيك من الذي يتحمل مسؤولية هذا الحادث؟ مين المسؤول يعني؟ المسؤول قولوا لنا انتوا بقى، انتوا بتشوفوا. حصلت قبل كده كتير، الاعلام يقول لنا، الحكومه تقول لنا، ما كانش في حد. انا هعرف منين؟ بقول لك ملثمين، حتى اللي كانوا قاعدين على القهوه، يعني كان سهل ان واحد يقدر ياخد مكنه ويجري وراه، او حد يبص بعينيه حتى يشوف العربيه اللي هي وقفت الطريق ديت، ياخد رقمها، يشوف شكل اللي سايقها. ما فيش اي حد اتحرك، ما حدش عمل حاجه. لو انا واخويا ما رحناش شلنا والدتي من هناك من الكنيسه، ما كانش حد يشيلها. وكتير، واللي يدل على كده ان اللي بقى يعرف يعمل حاجه يعملها، اللي بقى يعرف يساعد حد من قرايبنا، مش حد غريب اللي كانوا قاعدين ما حدش يعمل حاجه. واللي يدل على كده ان ما كلنا مش في مستشفى واحد، تلاقي في الموظفين وفي الساحل. هل كان هناك مثلا عداء بينكم وبين؟ لا، بس هي مدبره. كيف يعني مدبره؟ ما فيش حكومه خالص. معروفه ان اي كنيسه مثلا لو عليها واحد حد، ما فيش حد خالص. عربيه قفلت الطريق وعملت ان هي بايظه، والناس بتتفرج. انا لما كنت قبل ما اخش على الكنيسه الناس مبسوطه، معرفش ليه يعني. احنا بنشوف في التلفزيون ان احنا كلنا اخوات ووحده وطنيه ومش عارف ايه، حاجات من دي كتير، بس في الحقيقه ما فيش الكلام ده. احنا لو نساعد بعض ما كانش ده حصل. كان سهل الناس اللي هم بره، كان ميات بره، كانوا سهل ان هم يخلصوا، يقدروا يجيبوهم، ياخدوا رقم عربيه. ما فيش حد بيعمل حاجه. هل ستتخذون اجراءات مثلا مقاضاة احد الاطراف ام ما شابه ذلك؟ تاخد اجراءات سماويه بقى، نطلب من ربنا. احنا ناخد اجراءات في ايه؟ احنا في ايدينا ايه نعمله يعني؟ قول لي. هل ترى ان هذا الحادث هدفه مثلا القيام بنوع من الفتنه الطائفيه في المنطقه؟ ما احنا من زمن على كده وبيقولوا فتنه، من زمن على كده. اكيد طبعا، يعني ما اي حاجه بتحصل فيها قتل مسيحي تبقى فتنه، ومش اول مره ولا اخر مره، هنفضل على كده على طول. يعني اشكرك شكرا جزيلا خليل. ما زال هذا الملف مفتوح، ملف الفتنه الطائفيه وملف اصابه العديد هنا او هناك، سواء امام المساجد او امام الكنائس. لا احد يعرف حتى الان من المسؤول عن هذا الحادث. نحن الان في انتظار خروج الجثث حتى تذهب إلى مثواها الأخير. في الدقائق القادمة نستطيع أن نرصد مزيد من الأخبار عن هذا الحادث الأليم الذي ألم مصر جميعا.